حلقة النهاردة ما زلنا في منزلة محبة الله عز وجل، حنين جدا. حلقة النهاردة على حنان الله سبحانه وتعالى، حنين قوي، يعني غفر لك كل اللي فات وأعتقك من النار. يعني واحدة على الماضي وواحدة على المستقبل، لأن غفر لك كل اللي فات مش معناها أنك ممكن ما تغلطش في المستقبل، أما أمن لك كمان المستقبل، قال لك العتق من النار. فاللي فات اتمسح بكبايره، والمستقبل مضمون، لأنه لو أعتقك مش ممكن الله سبحانه وتعالى يدخلك النار تاني. هتقولي طب وافرض غلطت بعد رمضان؟ ما هو طبعا وارد تغلط بعد رمضان، لكنه لأنه أعتقك ليلة 25 رمضان إن شاء الله تغلط بعد رمضان، لأن احنا بشر، لكن يفضل خيرك غالب شرك، وتفضل طاعتك غالبة معصيتك، ويفضل الغالب عليك إنك نقي، وإن أنت يا على المعنى الحلو قوي، جميل المعنى دون، إن أنت في ليلة القدر خدت حاجتين، واحدة للماضي اتغفر كل اللي فات، وواحدة للمستقبل اعتقت من النار. الجائزة الثالثة من جوائز ليلة القدر إجابة الدعاء. هذه ليلة إجابة. دعاء ليلة القدر أبدا لا يرد، مستجاب بإذن الله، واطمئن. ولو لقيت نفسك بتدعي يا بختك. ديا الثالثة. الرابعة والأخيرة، ليلة القدر خير من 1000 شهر. سيعطيك في هذه الليلة ما لم يعطيك في عمرك كله. أنا النهاردة جاي أتكلم عن إيه؟ عن محبة الله. إيه في محبة الله؟ حنانه علينا. هو في حنان أكتر من كده؟ أنت تعبتي كتير، أنت قسيتي كتير، تعالي أديكي في ليلة اللي ما خدتيهوش في العمر كله. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تعالي أكبر بخاطرك جبر لا تتخيلي. كنت تتمني أكبر بخاطرك إن أنا أديكي أكتر من 1000 شهر؟ ما كنت تحلمي بكده. عطائي لكم اليوم لن يعطيه لكم أحد من البشر. أنا أحن عليكم من أبائكم وأمهاتكم. محدش كان حنين عليكي قدي. عطاء الليلة دي عطاء 1000 شهر، تعويض عن آلام السنين وجروح السنين. انت حصلت لك مصيبة السنة اللي فاتت، مين قال لك إن أنا سبتها لك؟ مين قال لك إن أنا سبتك لوحدك؟ أنا هخليكي تشهدي ليلة القدر، وانت ما كنتيش جاهزة ليها، بس عشان الألم اللي حصل هتاخدي ليلة القدر. لازم أعوضك. أنا أحن عليك من أبوك وأمك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تحمل والدها والدنيا حر، فبتحاول تغطي عليه من الحر، قال أرأيتم هذه الأم تلقي بولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فالله أحن عليكم من هذه الأم الشفيقة بولدها. هو أحن عليكم من الست دي بابنها. أنت فاكرة أن أنت أحن حد على ابنك؟ ربه أحن، لأن أنت في الآخر ولدتيه. مش عايز أقول حيالله ولدتيه، لكن هو خلقه وخلقك. والخلق أقوى وأكثر حنانا الخالق على عباده من الأم على ابنها. منطقي على فكرة. سبحانه وتعالى حنون علينا. جوائز ليلة القدر 4 كلها من حنان الله وعطف الله وتعويض الله. يغفر له ما سبق من الذنوب، يعتق من النار، يستجاب دعاؤه، يعطى في ليلة ما لا يعطى في 1000 شهر. حنان وعطف. يعطى في ليلة حسنات، حسناتك السنة كلها كوم، وحسنات الليلة دي كوم. فانت كانت كفة حسناتك طلع نزلة طلع نزلة، شوية حسنات يعني عمال يعمل شوية كويس وشوية وحش. فجاءت ليلة القدر فعبد الله في ليلة القدر، فاتحط في كفة حسناته 1000 شهر حسنات أو يزيد حسب إحساسه في هذه الليلة. فكفة الحسنات رجحت ورجحت ورجحت بما يزيد عن 1000 شهر. هيعمل إيه بعد كده؟ ما هو مش هيعمل فركعتين في الليلة دي كأن بقالك أكتر من 1000 شهر راكع ساجد بين يدي الله. دمعة العين في الليلة دي كأن بحر من الحسنات والدموع وضع في كفة الحسنات. الصدقة في الليلة دي كأن بقالك أكتر من 1000 شهر بتتصدق في سبيل الله. بوس إيدة أم في الليلة دي كأن بقالك أكتر من 1000 شهر بتبوس إيد أمك وبترضي أمك. دعاء في الليلة دي بخشوع كأن بقالك أكتر من 1000 شهر واقف بتدعي بين يدي الله. إجابة الدعاء في الليلة دي أكتر من دعائك في 1000 شهر. في حنان، في حب وحنان أكتر من كده. أدي الجوائز 4 في ليلة القدر. طب ننقل على حاجة تانية، 3 علامات تعرف بيها أن ربنا راضي عنك في ليلة القدر، تعرف بيها أن ربنا قبلك في العشر الأواخر. العلامة الأولى، لو أطلق لسانك بالدعاء. الدعاء بيجري، تدعي تلاقي الدعاء ماشي مع لسانك. إيه ده؟ مش كده مش سرحان، لا 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 لا، في حضور، في إحساس. ايه ده؟ إيه الاحساس اللي انا حاسه ده؟ انا بدعي من قلبي قوي.
من علامات القبول ومن علامات أن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعطيك. العلامة الثانية تعرف بها أن ربنا سبحانه وتعالى قبلك في هذه الليلة وراضي عنك في هذه الليلة، إذا ألقى في قلبك معاني لها أحاسيس قلبية أول مرة تتذوقها وتحسها. إيه اللي أنا حاسه ده؟ إيه المعنى الجديد في الآية اللي أنا عمري ما فكرت فيه ده؟ إيه الإحساس بربنا ده؟ إيه الإحساس بالملائكة ده؟ إيه قلبي إيه؟ أنا يلقي في قلبك معاني وإشراقات وواردات وأنوار لم تتذوقها من قبل. أنا بحضر لرمضان اللي بعده في العشرة الأواخر من الفهم عن الله. ليه؟ لأن أنا عارف إن الوقت ده بتلقى فيه معاني. طب شوفوا احنا بنصور دلوقتي مش كده؟ مش ده رمضان 24؟ والله العظيم الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي والحلقتين اللي فاتوا أنا محضره في رمضان اللي فات وما كنتش أعرفه قبل كده. ليه؟ لأن أنا حصل فهم عن الله. بيحصل في العشرة الأواخر إشراقات، يلقي الله فتوحات. ليه ما بتحضرش في العشر الأواخر؟ أصل ده مش وقت تحضير يا ابني، افهم ده وقت إلقاء الفتوحات على القلوب. طب أقول لكم اللي أكتر من كده، نص برنامج رمضان السنة دي متحضر في العشر الأواخر. هو أنت كنت فاضي؟ ده أنت من دروس لصلاة التراويح مع عيلتك، لصلاة التهجد، للصيام، ليه بقيت أفضي كل يوم ساعتين أقول فيه ده وقت إشراقات. لا، التحضير مهم. فبقالي سنتين فهمت عن الله الفكرة دي. من علامات يلقي في قلبك. العلامة الثالثة، يأتي بك إليه محبا للعبادة، عايز أعبدك. لو لقيتي نفسك عايزة تعبدي ربنا مبسوطة بالعبادة بيحبك. لو لقيت نفسك لسانك بيجري بالدعاء بيحبك. لو لقيت معاني بتلقى في قلبك عمرك ما حسيتها قبل كده بيحبك. 3 علامات. يبقى قلنا 4 جوائز في ليلة القدر، وقلنا 3 علامات للرضا والقبول من الله في ليلة القدر. لكن احنا اصلا بنتكلم عن ايه؟ عن حنان الله عز وجل، مش كده؟ اكتر حد حن عليك في الدنيا هو الله سبحانه وتعالى. مصدر الحنان في الكون هو رب العالمين. انت لم تذق حنان من احد من البشر الا وهو اللي بعته لك. ما حن عليك حد في الكون قد حنان ربنا عليك. ما طبطب، كل طبطبة حصلت في حياتك هي من الله. كل حضن حصلت عليه في حياتك هو من الله. كل كلمة حلوة اتقالت لك في حياتك بسطتك هي من الله. لا يوجد حنان في الكون إلا من مصدر الحنان. الحنان في الكون من الله. أنت لم تتلقى حنان إلا عن طريق الله. أنت لم تتذوق حنان في الكون إلا من الله. لا حنان في الدنيا إلا من الله. من أسماء الله الحسنى الحنان المنان. وكان النبي إذا أحزنه أمر ظل يكرر يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. الله، قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عارف يروح فين؟ عارف يروح فين؟ لمصدر الحنان. محدش حن عليكي في الدنيا أكتر من ربنا، ولا أمك وأبوكي. وأمك وأبوك لما حنوا عليك بأمر من الحنان المنان. فالحنان كله في الكون مصدره من واحد فقط هو الله سبحانه وتعالى. شوفوا الآية في سورة مريم، وحنانا من لدنا. إيه من لدنا دي؟ الحنان من لدنا. الحنان في الكون من لدن الله سبحانه وتعالى. ما فيش حنان في الكون إلا من لدن الله تبارك وتعالى. طب أنت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ هو الحنان المنان. روح له الليلة دي، روح له بقى قول له حن علي. روح له بقى اشكي له. انت طول السنه بتاخد الحنان من مصادر غير مباشره، الليله دي تاخد الحنان منه مباشره. وانما علّى توقعاتك في ليله القدر منه عشان يقول لك بقى انت طول السنه عينك على الناس، اسقط الناس من توقعاتك وخلي على الله وحده التعلق به وحده. أنا علت لك التوقعات بثواب ليلة القدر حتى تتعلق به. لن يعطيك أحد مثل ما أعطيك. انسى الحلول الغير مباشرة، تعال إلى مصدر الحنان. وحنانا من لدنا. والعجيب أنها في سورة مريم، وحنانا من لدنا يا حنان يا منان. حتى اسم الله الأعظم لازم فيه الحنان المنان. رأى النبي رجل يدعو فقال له أتدري بما دعوت؟ لقد دعوت باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استرحم به رحم.
هو الراجل كان بيقول ايه؟ اللهم إني أسألك. على فكرة الناس ممكن تحفظوا الدعاء ده الليالي اللي تدعي بها فيه. اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك بأن لك الحمد الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، ثم يطلب ما يشاء. دعاء بسم الله الأعظم، اكتبوه ورددوا. بس فيه الحنان المنان، ده أول اسمين ذكرهم في أسماء الله الحسنى. يا الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام الحي القيوم. الحنان المنان، الحنان من الله وحده. فاكر كم حد طبطب عليك؟ كلهم من الله. فاكر يا نهار أبيض كم حد احتضنك في حياتك من الله، بس انت شكرت التانيين يعني ما رحتش الى الله. فاكر كم واحد خد بايدك، كم واحد جبر بخاطرك من الله. يا جماعه مش هو ربنا سبحانه وتعالى اللي امرنا بجبر الخواطر؟ مش الكلمه العظيمه ما عبد الله باحب اليه من جبر الخواطر؟ مش النبي أحلى صفات النبي اللي الصحابة عرفوها عنده في مكة الصادق الأمين وفي المدينة جبر الخواطر؟ معقولة ربنا بيأمر بجبر الخواطر وهو ما يكونش الأعظم في جبر الخواطر؟ إزاي يعني يوصي عباده بجبر الخواطر إلا ويكون هو أكرم الأكرمين في جبر الخواطر؟ دي ليلة حنان، دي ليلة حنان. مش احنا قلنا ليلة القدر خير من 1000 شهر؟ وعطاء الليلة دي على قد ألمك في السنين الماضية. يعني ايه؟ يعني احنا مش كلنا زي بعض في جبر خواطرنا من الله وحنانه علينا في هذه الليلة؟ لا. يعني ايه؟ إنما يكون جبر الخاطر على قدر الابتلاء. على قدر الابتلاء يكون جبر الخاطر، على قدر الألم يكون التكريم في هذه الليلة، على قدر المحن يكون المنح والعطاء في هذه الليلة، على قدر الوجع يكون الفرحة في هذه الليلة، على قدر المعاناة يكون التعويض في هذه الليلة. يعني مش كلنا صف واحد، يتفاوت العطاء بمقدار الألم الذي تعرض له كل واحد. بيعامل كل واحد لوحده، كل واحد له حنان لوحده. حناني غير حنانك، وحنانها ايه الليلة دي؟ ايه ليلة القدر؟ لا مش كلكم زي بعضيكم، لا مش كلكم زي، هو عانى أكتر. إنما يكون على قدر الابتلاء يكون جبر الخاطر. وعشان كده كان أكتر ابتلاء تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف، ضربوه بالحجارة، فكان التعويض على قدر الألم. رحلة الإسراء والمعراج، شفت؟ على قدر الألم يكون التعويض لأنه حنون. لا مش كله زي بعض. سبحان الذي لا يشغله سمع عن سمع، سبحان العليم بالجميع وقريب من الجميع وحاسس بأوجاع الجميع، فيجبر كل واحد على قد وجعه. حنان منان وحنانا من لدنا، يا حنان يا منان. أحكي لكم إيه ولا إيه؟ هي كانت واحدة ست ما اتجوزتش لمدة طويلة، بعدين تعرفت على شاب، هي كانت أكبر منه ب2 أمه مش مبسوطة ومش عاجباها الجوازة وعايزة تبوظ الجوازة، والولد متمسك بيها. فضلت أمه بتحاول لغاية ما جت في يوم وفقدت صبرها قبل كتب الكتاب بكم يوم. بس يا ريتها عملتها بحنية، عملتها بكسر خاطر شديد. لا يا حبيبتي ممكن توريني بطاقتك؟ البنت قالت لها ليه يا طنط في ايه؟ قالت لها بس وريني بطاقتك. قامت ماسكه البطاقه، ايه ده انت اكبر من ابني بكتير، وقامت راميه البطاقه وباظت الجوازه واتكسرت البنت كسره. بس البنت كانت فاهمه ان الحنان من لدن الله، ففي وسط ألمها طلبت من اهلها تطلع عمره. راحت العمره، هي بتقول انا ما كنتش بقول له غير حن عليا اجبر بخاطري. انا اتوجعت وانت ربي يرضيك ان انا اتكسرت كده؟ بتحلف. رجع بالطياره بعد العمره، الشنطه بتاعتها متعلقه في الطياره بتاع من فوق، فبتحاول تجيبها مش عارفه تجيبها، فجي راجل ساعدها نزل لها
الشنطة نزلت، راحت لأختها مستنياها بره وجوز أختها، قالوا لها بس استني عشان في واحد صديق جوز أختك جاي. طلع الراجل اللي جاب لها الشنطة، اتجوزوا خلفت منه الحسن والحسين، وبعد كده جابت فاطمة، واللي عمل فيها كده ما اتجوزش لغاية دلوقتي. انت فاكر ايه؟ انت فاكر الدنيا سايبة؟ هي سايبة؟ انت تكسر خاطر حد وربنا ما يجبرش بخاطره؟ لازم يجبر بخاطره. مرة كنت في المدينة قريب، وكنت لسه مش عارف تطبيق نسك الجديد، وانك تدخل الزيارة لازم، ما كنتش لسه عارف الحكاية دي. فانا رحت المدينة، وانا بروح المدينة كتير، فلقيت بقى طابور طويل جدا جدا، وانا كنت رايح 48 ساعة بس. فقلت يعني مش لازم ادخل الروضة، انا دخلت الروضة كتير، فانا يعني هصلي في المسجد النبوي وعشان ما يضيعش مني وقت طويل وخلص على كده يعني. وبعدين وانا في الفندق اللي انا فيه، كل ما اقابل حد اقول له حضرتك رايح فين دلوقتي؟ يقول لي لا انا بس عندي موعد الزياره داخل الروضه. طيب اتفضل حضرتك. وبعدين اقابل واحد تاني في نفس اليوم، تاني يوم خلاص انا ماشي، انا بس معلش يا دكتور والله نفسي اقعد معاك بس انا عندي موعد زياره داخل الروضه. وبعدين قابلت شاب بتعرف عليه لاول مره، انا نفسي والله اسلم عليك يا دكتور وبحبك قوي بس انا عندي موعد زياره. صعبت عليا نفسي. فدخلت في ركن كده، وكان معايا علي وعمر، دخلت في ركن كده في المسجد النبوي وعيطت. قلت له كده، وفجأة كده يعني أنا خلاص ماشي ماشي بالليل خالص، دخلني الروضة. وعيط، صعبت علي نفسي قوي، نفسي يعني معقولة؟ طب ما أنت اللي ما قلتش من أنت دخلني الروضة. اتحرك في قلبي الشوق إن أنا أدخل الروضة وأصلي في الروضة. والله العظيم والله العظيم بعيط وبمسح دموعي، لقيت واحد أعرفه من أهل المدينة قال لي يا دكتور أنت دخلت الروضة ولا لأ؟ بصيت له كده قلت له لا أنا مسافر بالليل. قال لي طب ما تنزل تطبيق نسك وموعد الزيارة لازم يتعمل من الأول، طب ما تحاول كده. خدت موعد زيارة. إمتى موعد الزيارة؟ بعد صلاة المغرب. أنا دعيت قبل المغرب. طب الله، طب واخد علي وعمر؟ أنا كنت عايز أدخل لوحدي. أنا قلت له دخلني لوحدي. والله ما جبت سيرة علي وعمر. دخلت أنا وعلي وعمر. والله بعد ما عيطت ودعيت بنص ساعة كنت جوه الروضة. أنا عيطت عياط يوميها. دخلني، جبر بخاطري بسرعة. دي ليالي جبر الخواطر، دي ليالي الحنان، حنان الله سبحانه وتعالى على عباده. انتوا بتقولوا ايه؟ روح لربنا سبحانه وتعالى. أعرف صديق لي اسمه الدكتور أحمد إيهاب، ابنه توفى وهو الراجل في 70 من عمره، اتكسر كسرة، بيحب ابنه قوي، كان خلاص تقاعد وبدأت الدنيا تنهش فيه لأنه ما بيعملش حاجة. بيبص لقى حفيده بيقول له يا جدو أنا بحبك قوي بعد بابا، أنا ماليش إلا أنت. فاكتشفت إن ربنا بيقول لي ده أنت اللي مالكش إلا هو. فبعت حفيدي ليا يحييني، فرجعت أشتغل تاني. أنت بتقول إيه؟ رب العالمين. حصلت الابتلاء بس الطبطبة موجودة. همد في عمرك عشان حفيدك، وإذا كنت خدت ابنك لأن الدنيا كده هعوضك إنك تربي حفيدك وارد فيك الروح. مرة كنت بعمل برنامج من حوالي 6-7 سنين في رمضان، أظن كان نبي الرحمة والتسامح، وكان هيتعرض على شاشة أحد القنوات العربية الخليجية. بعدين خلاص صورت البرنامج وسلمت الشرايط قبل رمضان بأسبوع. بصيت لقيت اتصال، يا دكتور بنعتذر لك جدا البرنامج مش هينفع يتعرض، الشرايط اللي انت بعتها بايظة، ركبناها على كل المكن بايظة. انت لك ان تتخيل، شوف انتوا حضرتوا معي تصوير رمضان، تخيل لما تتقال لك جملة زي دي فاضل اسبوع انا مش هلحق امنتج النسخ التانية، انا راح عليا البرنامج. افتكرت ان النبي كان اذا افزعه امر هرع الى الصلاة، قلت انا هعمل السنة دي. على فكرة الركعتين دول فيهم سر، اول ما تتوجع روح صلي الركعتين قبل ما تعيط لاي حد، فيهم سر والله العظيم فيهم سر. رحت في ركن، والله انا فاكر المكان اللي انا صليت فيه في بيتي في الصالون في حتة لوحدي عشان اعيط من غير ما حد يسمعني في البيت. صليت الركعتين وانا ساجد، والله انا قلت له كده ما تكسرش بخاطري وانا داخل رمضان،
والله العظيم وأنا ساجد خلصت الركعتين وقلت له أنا بكبر بخاطر عبادك على قد ما أقدر، أكبر بخاطري في دخلة رمضان، ما تدخلش مكسور. والله العظيم أنا سلمت من هنا لقيت التليفون بيضرب تاني، إحنا آسفين يا دكتور، الشرايط طلعت سليمة، المكنة هي اللي بايظة، البرنامج هيتعرض في رمضان. لا يمكن وحنانا من لدنا يا حنان يا منان، وحنانا من لدنا يا حنان يا منان. دي كانت حلقة النهاردة، قاعدة النهاردة. كل حنان في حياتك هو من عند الله، فإذا كسرتك الحياة فاركض إلى الله، فهو أحن عليك من أبيك وأمك. ليلة 25 رمضان، ليلة الهدايا، ليلة الحنان، ليلة جبر الخواطر، كل واحد على قد شال قد إيه السنة اللي فاتت. يلا ندعي. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، إحنا عبيدك وليس لنا سواك، وإنت أحن علينا من أبائنا وأمهاتنا. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا أكرم الأكرمين، أنت أحن علينا من أبائنا وأمهاتنا. يا ذا الجلال والإكرام اللي خدت بإيدينا كل حنان في حياتنا منك، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، بكل ذرة في كياننا، بكل لحظة في حياتنا لك الحمد، بكل نفس من أنفاس حياتنا لك الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت. نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأن لك الحمد، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذي الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اعتقنا الليل من النار يا رب، اعتقنا الليل من النار يا رب، اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب، اكتبنا رفقاء النبي في الجنة يا رب. ارضى عنا وارضنا الليل، اعتقنا من النار، حرم علينا النار، لا ندخلها أبدا بعد هذه الليلة. اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى، وأبائنا وأمهاتنا وإخواتنا وأولادنا وأزواجنا وأحبابنا، اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى. فرح بنا النبي يوم القيامة، اجعلها ليلة عتق يا رب، اجعلها ليلة نجاة من النار يا رب. اكتبنا من أهل الجنة يا رب. افتح علينا السنة دي ببركة الليلة دي فتح كبير من عندك، افتح علينا في أرزاقنا وولادنا وحياتنا ومشاريعنا يا فتاح. افتح لنا فتحا كبيرا يا رب. اجبر بخاطرنا، اجبر بخاطرنا، ما تكسرش بخاطرنا قبل نهاية رمضان، ما تكسرش بخاطرنا، ندخل العيد مجبورين الخاطر يا رب، نطلع من رمضان مجبورين الخاطر مرضيين. يا حنان يا منان، حنانك علينا، حنانك علينا، أنزل علينا السكينة، تقبل منا يا رب، دخلنا الجنة يا رب، ارضى عنا يا رب، افتح علينا يا رب، ارزقنا يا رب، اغنينا يا رب، استخدمنا ولا تستبدلنا، شغلنا عندك يا رب، شغلنا عندك يا رب. اللهم أحيي بنا الإحسان في أمة حبيبك محمد، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب. في ليلة القدر اعطنا عطاء ما لم تعطيهانا في عمرنا كله يا رب، عطاء السنين في ليلة. كريم حنان منان، بلغنا ليلة القدر يا رب، ما تحرمناش منها السنة دي يا رب. نشهد ليلة القدر وانت راضي عننا، أجب دعانا. اللهم إنا نقسم عليك لا ترد لنا دعوة، أجب كل دعائنا السنة دي يا مجيب الدعاء يا رب. استجب يا رب، استجب، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اهدي ولادنا، حببهم في الإيمان، نجحهم في حياتهم، احفظ شبابنا، نجحنا، انصرنا، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب. استجب، استجب دعائنا الليلة يا رب. طمنا ان انت راضي عنا، ورينا آية ان انت راضي عنا يا أكرم الأكرمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.